الفيديو ده أنا نزّلته بعد أسبوعين 3 كده من التجربة الشخصية للمنتج ده، حقيقي انبهرت جدًا، جدًا، بس قُلت لازم إن أنا أجرّبه شخصيًا وأجرّبه كويس جدًا عشان قبل ما أنزّل أي فيديو، وخصوصًا فيديو المنظفات والحاجات اللي تخُص الأكل أو الشعر أو المنظفات والهدوم والغسالة والدنيا دي، لازم أكون مجرّباها تجربة شخصية. ف جرّبته كويس جدًا وانبهرت بيه بجد، وقُلت إن أنا خلاص لازم أنزّله لكم، هاقول لكم بقى كل التفاصيل وكل التريكات اللي فيه، وتجيبوا منين الخامات الأصلية عشان يطلّع لكم منتج بالشفافية دي وكل حاجة. بس لو أول مرّة بتشوفوني، أنا اسمي مريم ودي قناتي، لايك وشير للفيديو ده وكومنت حلو لمّا تجرّبوا الوصفة دي وتعجبكم. أول حاجة معايا إن أنتم لازم يكون عندكم الميزان ده. يعني في فيديو النهارده ضروري جدًا، جدًا الميزان عشان نوزن كل حاجة بنستخدمها، يا إما تجيبوا من التاجر اللي أنتم هتجيبوه تعرفوا بالضبط الكميات اللي أنتم هتجيبوها وتجيبوا على قد بالضبط. أول حاجة وزنت 400 جرام من الملح، ملح الأكل العادي بتاعنا أهو، الكيس ده العادي، كان الكيس ده اللي هو 200 جرام فاستخدمت كيسين. ماشي، ده كده أول خطوة خالص، حطيت الملح بتاعي، وده هاحطه على الملح، وده تكسبون وزنه قد إيه، وزنه ربع كيلو، ربع كيلو 250 جرام تكسبون. ده هاخلطه بالملح كويس جدًا، ده بيساعد إن هو يتخلط كويس من غير ما يكلكع ويدوب بمنتهى السهولة، ويدّيني الرغوة المطلوبة والشفافية بتاعة المنتج والتُقل وكل حاجة. فما تدوبيهوش في مَيّة عادية كده لأ، دوبوه بالملح زي ما أنا عملت كده بالضبط. ده 250 جرام، هاحط الكيس كله، هافتحه أهو معاكم وهافضّيه كله على الملح، وهاقلّبه بقى كويس جدًا، جدًا. بُصّوا قوامه عامل إزاي، زي الجل كده بس أتقل كمان، أتقل شوية كده من الجل. نزّلت كل الكمية بالضبط، وطبعًا كل الكمية ليه، علشان الحاجات دي بالجرامات يعني، وأنا حاسباها بالضبط بالجرام، فنزّلت كل الكمية اللي معايا في الكيس، وقلّبت كويس جدًا بقى مع الملح، مش كتير بس اتأكدت إن هو اختلط كويس جدًا مع الملح، يعني ما فيش حبّة تكسبون كده لوحدهم ولا حبّة ملح لوحدهم. قلّبتهم كويس جدًا، اختلطوا مع بعض، وبعد كده جِبت بقى الإزازة دي 2.5 لتر، فهاحط يعني في حدود كوباية كده وهاقلّب. أنا هاحط قد إيه مَيّة، هاحط تقريبًا 2 لتر، 2 لتر من المَيّة هاحطهم على التكسبون والملح دول، بس هاحطهم بالتدريج مش مرّة واحدة، هافضل أحط حبّة وأقلّب، أحط حبّة وأقلّب، والمرحلة دي وكل المراحل محتاجة تقليب كويس جدًا، يعني الحاجة لازم أدّيها حقّها في التقليب. وهنا بقى كنت باتأكد بالمعلقة إن ما فيش حاجة كده مترسبة في جنب من الطبق أو في القعر تحت كده، لأ، كنت باقلّب كويس جدًا. عايزة أخلط التكسبون كويس جدًا، وعايزة أتأكد إن هو دايب ومختلط بالمَيّة وما فيش حاجة اتكتّلت ولا في حاجة منّه بايظة، عشان كمان ما يبوظليش باقي الخامات لمّا ابتدي إن أنا أضيفها عليه. ماشي، هاركنه بقى كده على جنب عقبال ما أحضّر باقي المكونات، يعني هاسيبه تقريبًا في حدود ساعة أو أكتر. هنا برضه بالميزان استخدمت 100 جرام من البوتاص، وتقدروا تستخدموا صودا سايلة، والصودا السايلة هتستخدموها هتبقى تقريبًا 250 جرام لو استخدمتوا صودا سايلة، إنما لو البوتاص ده فأنا حطيت 100 جرام من البوتاص و100 جرام من المَيّة وبس كده، وهاقلّبهم مع بعض. المَيّة دي ممكن تستخدموها مَيّة ساقعة أوي، يعني من التلاجة كده، عشان ما تطلّعش ريحة جامدة ويبتدي إن هو يبرد بسرعة، لإن الخليط ده طبعًا خليط سُخن، البوتاص لمّا ندوّبه بيبقى سُخن، فلازم هاسيبه لوحده كده يعني في حدود نُص ساعة أو أحطه في حمّام مَيّة لازم يبرد يعني، قبل ما أستخدمه لازم يكون بارد.
هنا بوريكم المنتجات بتاعتي. اول حاجة كان ملح الليمون، وده البوتاص شكله كده زي القشور، وده كده المظهر، مظهر اللون، ممكن تستغنوا عنه. وده الكربوناتو، وده الانتي فوم او مانع الرغوة، لان احنا هنستخدمه اوتوماتيك فلازم نحط عليه مانع رغوة. ده التايلوز، وده الجليسرين، ودي ريحة زيت، ريحة برسيل زيت، وهنحطهم في علبة وقافلة عليهم عشان الريحة برضو ما تطرش. حضرت هنا بقى طبق كده حلو عملاق، يعني يستحمل تقريبا 30 لتر او اكتر، وحطيت فيه مبدئيا دول في حدود 11 لتر او 12 لتر. وادي الميزان بتاعي طبعا برضو اساسي. هوزن معاكم 40 جرام من ملح الليمون و40 جرام من الكربونات. الاتنين دول هيساعدوا ان القوام يبقى تقيل، يبقى شفاف. طبعا ملح الليمون هيساعد على النظافة، هيساعدوا كمان ان التايلوز يدوب بسهولة من غير ما يتكلكع ولا من غير ياخد وقت طويل. فهوزنهم واحط من ده 40 جرام وده 40 جرام. اول حاجة خالص حطيت ده ملح الليمون، بعد كده هحط الكربوناتو، بوزن 40 جرام واحطهم على المية، وهيعمل فوران كده بسيط. اتأكد ان الحاجة دي مظبوطة، يعني لما تعمل الفوران ده اتأكد ان هي صالحة و... ومش بايظة ولا حاجة ولا مركونة في المحل. قلب بقى كويس جدا، كل حاجة وكل خطوة لازم اديها حقها كويس جدا جدا في التقليب. بصوا، هفضل اقلب فيه كده. في الاول كان لونه ابيض زي ما شفتوه، بعد كده الحاجة دابت ورجعت لون المية كده طبيعي. بعد كده هكون محضرة التايلوس بتاعي. التايلوس ده كان وزنه تقريبا 50 جرام. 50 جرام من التايلوس، هو بودرة كده. حطيته على المية اللي فيها الكربونات وفيها ملح الليمون، وهديها حقها بقى كويس جدا في التقليب. بصوا، اهم حاجة التقليب في المرحلة دي. كل ما تقلبي كل ما الحاجة هتدوب اكتر وهيحصل الميكس كده مع بعضهم، ويبتدي يتقل ويديك القوام المطلوب في النهاية خالص. هو بصوا الرغوة الحلوة دي اللي على الوش، ده معناه ان هو بيبتدي يدوب كويس جدا. قلب 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 كويس. ده انا كمان مسرعة الفيديو وقطعة منه كمان عشان ما صورش كل مراحل التقليب دي، بس ادوها حقها في التقليب. هنا الصودا كانت بردت خلاص. ضفتها بقى على التايلوز. اول ما ابتدي ان انا اضيفها القوام بيبتدي ان هو يتقل، وهوريكم تقل ازاي. يعني نسبيا عن الاول، اللي هو ما بقاش مية دلوقتي، هو ابتدى يتقل معايا. المرحلة دي كمان محتاج اديها وقتها في التقليب. بصوا، ببدل ايدي دي من ايدي دي عشان لازم اقلب كويس جدا. وبعد المرحلة ديت انا هسيب الطبق ده وهسيب المية دي، هركنهم كده نص ساعة او اكتر. ضروري جدا لازم اسيبهم اكتر من نص ساعة. كل ما هسيبهم هلاقيه يتقل ويبقى قوامه جل كده وقوامه احلى. بصوا هنا ابتدى يتقل اهو، شايفين ما بينزلش كله من الطبق مرة واحدة، ابتدى يتقل معايا. وانا كده من لسه ما سيبتوش خالص يعني. هقلب فيه حبة كمان وبعد كده هسيبه. او بصوا هنا كمان تقل اكتر ازاي، هو حتى لونه باين. بصوا يعني مش مية بتنزل كده من الجلافز، لا. سبته بقى كده خلاص نص ساعة او اكتر، وبعد كده رجعت له. وكالعادة وربنا ما يقطع لي عادة ان انا لازم انسى الموبايل وافتكر ان انا بصور وانا ما كنتش بصور ولا حاجة. حطيت بقى في الحتة اللي اتقطعت دي حطيت نص كيلو من السلفونيك. حطيته لما رجعت له بعد نص ساعة او ساعة كده تقريبا. حطيت نص كيلو من السلفونيك وقلبته كويس جدا، وحطيت التكسابون اللي انا مدوباه في 2 لتر من المية، وقلبتهم وراح اداني القوام ده. انا ملحقتش اقلب يعني، هو اول ما اتحطوا على بعض على طول
القوام تقل كده وبقى يعني هو ما بيتقلبش بالمضرب خالص. ابتديت بقى ان انا اضيف ميه جزء بعد جزء بعد جزء عشان اعرف ان انا اقلبه ويديني في الاخر القوام المطلوب، وابتدي ان انا اضيف باقي المكونات اللي انا ما حطيتهاش. فحطيت ادي 2.5 من الميه. طبعا انا ابتديت ان انا اكتب بقى في ورقه وقلم كده، وابتديت ان انا اكتب عشان ما كنتش هعرف احسب قد ايه انا حطيت ميه، عشان انا حطيت كتير ميه عشان يعرف يتقلب. بصوا قوامه تقيل جدا ازاي، مش ده طبعا القوام اللي احنا عايزينه. وادي 2.5 ميه كمان حطيتهم. انا مسرعه الفيديو ومقطعه منه كتير عشان مش كل ازازه هحطها هفضل اصورها، الفيديو هيطول جدا جدا معاكم. بس انا برضو كنت حريصه ان انا عايزه اصور كل حاجه عشان توضح ويوضح المصداقيه وجمال الفيديو، جمال البرسيل الحقيقي يعني. كل حاجه كانت اهي قدامكم بالنتيجه في الاخر. ادي 2.5 كمان من المية ولسه تقيل جدا. انا عايزة اقول لكم ان انا بعد ما مليت الطبق خلاص لاخره كنت عايزة اضيف تاني وخلاص مفيش مكان في الطبق. بصوا هنا ابتديت ان انا اكتب واسجل عشان خلاص ابتديت ان انا اتلخبط ومش عارفة احسب انا حطيت قد ايه. وادي 2.5 كمان من المية. ده غير ان في 2 لتر في الاول دوبنا فيهم التكسبون، ده غير ان في نص كيلو من السلفونيك اهو. ولسه كمان انا عايزة ازود مية لان القوام تقيل، يعني قوام جل تقيل. ماشي اهو. بصوا ابتديت ان انا اقلب فيه اهو كده بقى يتقلب حلو بالمضرب. ما كنتش عارفة اقلب كمان عشان خلاص يعني هو اتملى على اخره ومفيش مكان ان انا ازود مية كمان، او حتى ما كنتش عارفة اقلبه يعني. بصوا ايدي دخلت جوه خالص الطبق ازاي، خلاص يعني ما كنتش عارفه اقلبه. اداني كميه وفيره جدا جدا وتقيل وحقيقي نظف جدا الهدوم، ما يفترقش عن اي منظف استخدمتوه او جبتوه من بره بكل الانواع بقى. بصوا تقيل خالص ازاي، لسه كمان عايز يتزود بس خلاص انا ما فيش مكان عندي ان انا ازود حاجه. هنا بقى حطيت 50 جرام انتي فوم او مانع رغوة. كل المنتجات دي جبتها من شارع جيش. ماشي. ده هحطه لو انا هستخدمه اوتوماتيك، هحط بقى انتي فوم. مش هستخدمه اوتوماتيك وهستخدمه عادي، مش هحط الانتي فوم. بصوا تقيل ازاي. هوريكم دلوقتي اللي انا وصلت له في الكتابة، وبعد كده خلاص بقى ما بقتش اكتب تاني عشان كده كده مش هعرف ازود الطبق. انا هنا كنت كاتبه لحد 26 لتر ونص، بس انا طبعا زودت دول اكتر من 30 لتر. وادي ورقه البي اتش برضو هتلاقوها في شارع الجيش. هقطع حته كده صغيره وانزلها في الصابون، والمفروض ان هي توصل درجه 8. هي كانت لسه ما بين 8 و9، او كانت 9. فاللي انا هعمله دلوقتي ان انا هضيف من السلفونيك، هضيف قد تقريبا معلقتين كده علشان بس انزل النسبة توصل 8. انا مش عايزاها 9 عشان تحافظ على الهدوم وفي نفس الوقت تكون بينظف وبس ما يبوظش الهدوم ولا يأثر على الغسالة. حطيت سلفونيك وبعد كده هقيس تاني البي اتش. ويستحسن كمان ان انا اقيس البي اتش تاني يوم. انا كده كده الصابون ده هسيبه لتاني يوم، مش هضيف عليه الريحة ولا هضيف عليه الجليسرين، هضيفهم تاني يوم تكون كل الروايح اللي انا خلطتها مع بعض دي خلاص طارت وبقت ريحة صابون عادية. ساعتها هحط الريحة بتاعتي علشان تفضل الريحة ثابتة وما تختلطش مع ريحة الصودا او البوتاص بتاعي. بصوا انا معجبة جدا جدا بالقوام بتاعه.
لا يعني صابون يعني مفيش كلام. دي اكتر نتيجة عجبتني علشان المكونات كلها زي اللي بيستخدموها بالظبط شركات البرسيل والاريال وكل الكلام ده. عايزة اجيبها لكم من زاوية تانية تتأكدوا معايا قد ايه القوام كده. بصوا عامل ازاي، شايفين الخيوط دي كلها اللي نازلة من الطبق؟ ده معناه ان هو تقيل، مش سايل خالص خالص، بالعكس. يعني هو محتاج 2.5 تانيين، يعني ازازة 2.5 لتر كمان يتزود بيها. بس زي ما انتوا شايفين الطبق كده خلاص. ده تاني يوم بقى. تاني يوم الصبح هحط بقى الريحة بتاعتي واحط الجليسرين. هنا بوريكم القوام عامل ازاي، مخفش ولا حاجة ولا اتحل ولا كلكع ولا حصل له اي حاجة. هحط اللون الاول. انا هحط لون ازرق، ده اللي كان عندي. تقدروا تحطوا اي لون انتوا عايزينه، بس طبعا الوان الطعام لا. الالوان دي برضو موجودة عند بتاع المنظفات، او موجودة برضو في شارع الجيش. من مكان ما هتشتروا كل المكونات دي هتلاقوا ال الالوان، تقدروا تجيبوا اللون اللي انتوا عايزينه. هزود درجة لون، وعشان اختبر اللون هحط حبة في طبق كده صغيرين عشان اشوف درجة اللون عاملة ازاي، عشان هنا الكمية كبيرة على بعضها مش ظاهر لي درجة اللون. تحت الفيديو هتلاقوا كل المكونات مكتوبة بالوزن بالظبط وبالجرام وبالكيلو وبكل حاجة، عشان لو في حاجة انا ما قلتهاش خلال الفيديو او لو نسيتوها او اي حاجة. بصوا درجة اللون خفيفة لسه، محتاجة لون كمان، او عايزين تسيبوها كده سيبوها، يعني ده حاجة ترجع لكم. اللون مش هيأثر في حاجة خالص، غير ان انا بس عشان التصوير وعشان شكله مش اكتر. انما لو اللون مش موجود مش هيأثر في اي حاجة. لو بصوا كده تمام. انا هزوده حاجة بسيطة كده من اللون تاني، هتقله يعني سنة بسيطة وخلاص. هنا هحط المزهر. المزهر ده هحط منه قد معلقة صغيرة كده تقريبا، هدوبها في مية وبعد كده هحطها على الخليط، مش هحطها كده على الصابون، هدوبها الاول في مية. بصوا انا عايزة هنا بطأت شوية الفيديو علشان اوريكم القوام بتاعه عامل ازاي. رائع، يعني نتيجة بيرفكت بجد، ما فيهاش ولا غلطة، ولا غلطة يا جماعة بجد. وجربته اكتر من مرة انا، علشان لما انزله اكون صادقة معاكم، ومش هيأثر على الغسالة، مش هيأثر على اي حاجة. موفر جدا جدا جدا. ولما تجربوه اتمنى ان انتوا تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وتشجعوني ان انا انزل لكم وصفات تنظيف اكتر من كده. ودلوقتي جه وقت الريحة الزيت بتاعتي، ولازم تستخدموا ريحة زيت علشان الريحة تفضل ثابتة في الهدوم بعد الغسيل وبعد ما ينشف وبعد كل حاجة. هنا حطيت 30 جرام من الريحة الزيت، تقدروا تحطوا 50 ويكون أفضل إن كان متاح. ومعلقة كبيرة كده من الجليسرين، قلبتهم على بعض وضفتهم على الصابون بتاعي. ريحة الزيت دي بقى تقدروا تتحكموا في الريحة اللي انتوا عايزينها. انا حطيت ريحة برسيل نفسها، يعني اشتريت ريحة برسيل نفسها، مش ريحة اي معطر تاني، يعني ده ريحة برسيل الاصلي. وبرضو هتلاقوها في شارع الجيش. وكل الحاجات دي مش غالية خالص ولا حاجة، بالعكس يعني الحاجات دي رخيصة وبتعمل كمية رهيبة. شوفوا الكمية دي من بره هتلاقوها بكام. وهنا يكون الفيديو بتاعي خلاص خلص. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوها وتنزلوا الفيديو عندكم عشان تحتفظوا بيه وهترجعوا له انا متأكدة، وهتجربوا البرسيل بتاعي. اعملوا لي بقى سبسكرايب للقناة لو لسه ما عملتوش سبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفة جديدة بنزلها هنا على القناة. واشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير جدا.